أن تعرف جيدا ماذا تعني الأبوة. انظر يا بني، منزل الأب دافئ لدرجة أنك لن تبرد حتى في الشتاء، لأن قلب الأب الذي يحترق من أجل أولاده يدفئهم جميعا. هل يمكن لأب أن يدفئ أحد أولاده وآخر يبرد؟ أنت لم تجعلنا نبرد أبدا، لكنه خوف فقدان ذلك المنزل. أنا أعرف جيدا ما معنى فقدان منزل الأب. إن كنت في 7 أو حتى في عمر 70 سوف تحتاج إلى دفء الأبوة، حتى وإن كان الكون لك ستشعر دائما بغياب ذلك الجبل الذي سندت ظهرك عليه. إن كان لديك أب فإنك لن تحتاج لأي شيء آخر، لأن الأب مثل شجرة الدل، حتى وإن لم تثمر فظلها يكفي. لا أرانا الله غيابك يا أبي، أنت سندنا الوحيد. لقد فهمتك الآن. ما شاء الله عليك يا بطل، لكن أنا يا بني فهمت أبي بعد أن أصبحت أبا، وأنت أيضا انتظر.